يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى وأغلى متابعين. صباح جديد ويوم جديد، وربنا يجعل نهاركم سعيد يا رب، ويرزقكم راحة البال، ويجعل رزقكم واسع يا رب. النهاردة الشمس طالعة والجو زي العسل، بسم الله ما شاء الله عليه. مفيش أحلى من الصحيان بدري. صحيت بدري، صليت وبعدين صحيت ولادي وجهزتهم ولبستهم وطلعتهم على مدرستهم واستودعتهم عند ربنا. وانتي بتطلعي اولادك كده الصبح قولي لهم استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، عشان يرجعوا لك بالسلامه، وكمان يرجعوا يلاقوكي انتي مستنياهم بالسلامه. ربنا يا رب يحفظ لنا اولادنا اجمعين، وما يورينا فيهم شر ولا سوء ابدا. يا رب يا رب، اللهم امين. نشرت الفرش بتاعهم في الشمس كده عشان يتشمس في الشموسة الحلوة دي. ورجعت عندي هنا الشقة متوضبة الحمد لله ونظيفة وزي الفل من امبارح. انا بحب اوضب كل حاجة كده قبل ما بنام، ما بحبش اسيب حاجة متكركبة ولا حاجة متبهدلة حواليا. يعني بتصحي كده مرتاحة الصبح وانتي شايفة الدنيا متوضبة حواليكي ومش متكركبة ولا ما فيهاش اي حاجة. مع ان العيال بيجوا من المدرسة بيبهدلوا لي الدنيا تاني، وبضطر اشيل والم وراهم، بس يعني عشان الدنيا ما تتراكمش عليكي كلها. يعني والله انا بحب الصحيان بدري جدا، بحب اصحى بدري واعمل شغلي واعمل اللي ورايا، بحس ان انا نشيطة كده واليوم فيه بركة وفيه وقت ان انتي تعملي كل اللي وراكي. بس للأسف بنتي الصغيرة بتفضل صاحية معايا طول الليل، وما بتخلينيش انام الا الصبح، فانا يعني يعتبر ما بنامش غير ساعتين الصبح، وبعدين بقوم يعني عشان اطلع العيال الكبار على المدرسة. فبصراحة لقيت نفسي دايخة ونعسانة قوي، ومش قادرة اقاوم ان انا ادخل المطبخ واشتغل واعمل شغلي وكده. فقلت احسن حاجة ادخل اريح لي كام ساعة وهي نايمة يعني، وقبل ما العيال الكبار يجوا من المدرسة ومش هيخلوني طبعا انام. فانا دخلت نمتلي كام ساعة، وبعد كده صحيت دخلت على المطبخ. قلت اشوف ورايا ايه، كان معايا يعني شوية مواعين في الحوض مكان العيال الصبح لما طلعوا على المدرسة. وكمان كنت مطلعة فراخ ومطلعة كرنب عشان اطبخ يعني واعمل اكل للعيال قبل ما يجوا من المدرسة. قلت اغسل المواعين بقى الاول واشيل الحاجات دي كلها من الحوض عشان اعرف اشتغل على النظافة وكده. انتوا عارفيني انا ما بحبش اعمل اي حاجة في الحوض طالما في مواعين، ما بعرفش اصلا اشتغل فيه. فبحب افضي الدنيا كده حواليا واروقها وبعد كده اشتغل على رواقة. خلاص خلصت المواعين وعبيت مية احطها على النار عشان تغلي عشان ارمي فيها الفراخ. الفراخ بتاعتي انا بشتريها يعني وبغسلها وكويس جدا وبعد كده بشيلها في الفريزر بحيث ان انا اطلعها لما اجي اطبخها يعني تبقى نظيفة وحلوة. واغسلها وكم غسلة كده يعني واعلقها على طول على النار. فطلعت الفراخ بتاعتي وحطيتها في مية، طبعا انا مطلعاها من بالليل عشان تفك طبعا. وحطت لها شوية سكر وشوية ملح وكمان شوية خل. المحلول ده بيشيل الزفارة وبينضفها كويس، ما بيخليش فيها اي حاجة. وحطيتها يعني سبتها منقوعة شوية في المية. قلت اجهز لها خلطة كده عشان اتبلها بيها قبل ما اسلقها عشان تبقى طعمها جميل وحلوة يعني وما فيهاش اي زفارة ولا اي ريحة. حطيت لها لا حطيت لها اللي انا بقوله ده. قصدي يعني انا بغسلها كويس بالدقيق وبغسلها بالخل وبغسلها يعني كويس جدا وبنضفها، فمش بيبقى فيه زفارة ولا اي حاجة. بس حبيت اجرب الخلطة دي بالبصل والثوم وقلت احشيها قبل ما ارميها في المية علشان اشوف طعمها هيبقى ايه. وفعلا كانت حلوة يعني فرقت في الطعم. حطيت بصلاية هنا وحطيت عليها كام فص ثوم مهروسين طبعا. وحطيت عليهم بهارات يعني اي بهارات انت بتحبيها. انا حطيت توم باودر وبصل باودر وجنزبيل وشوية فلفل وكمون وكزبرة يعني مطحونين. وفرمتهم في الكبة بتاعتي كويس يعني نعمتهم كويس. وبعد كده هتبل بيهم الفرخة بتاعتي من جوه. يعني انا مش هحشيها رز ولا اي حاجة، بس انا حبيت اتبلها بالخلطة دي من جوه عشان يعني تبقى طعمها حلو. كمان الشوربة بتاعتها هتبقى جميلة وطعمها حلو برضو.
ودي الخلطة بتاعتي اللي انا عملتها بالبصل والثوم، وهدعك بيها الفرخة كويس قوي من جوه وتحت الجلد كده وفي كل حتة. هخليها كده تتغلغل من الخلطة دي وتشرب منها عشان تبقى حلوة. وهنا المية بتاعتي بقى كانت غليت، رحت نازلة بقى بالفرخة بتاعتي عليها، وحطيت معاها طبعا الحوايج بتاعتها، احنا بنقول عليها حوايج اللي هي واحط طبعا مع الفرخة التوابل يعني. اللي طبعا مفيش غنى عنها. دي معلقة بصل او معلقة من الخلطة اللي انا كنت عاملاها كانت متبقية يعني، فحطيتها برضو معاها. كده كده انا كنت هقشر بصل واحط لها توم وكده، فحطيتها يعني. وبعد كده حطيت حبهان، وحطيت ورق لورا، وحطيت كام عود قرنفل وعود قرفة. كل البهارات دي طبعا هتخلي الشوربة جميلة وطعم الفرخة حلو، مش هتخلي فيه اي ريحة للفراخ ولا اي زفارة ولا اي حاجة. في ناس ما بتحبش تحط البهارات دي، بس بصراحة بتفرق جدا في الطعم وفي طعم الشوربة وفي طعم الاكل، بيبقى ليه طعم وليه ريحة. طبعا حطينا ملح، وبعد كده هغطي عليها واسيبها بقى تستوي مع نفسها. يعني عامة الفراخ ما بتاخدش وقت في السوا. هنا بقى كانت الفراخ بتاعتي استوت، وقلت اعمل شوية رز جنبها عشان اكمل باقي الاكل يعني وكده، عشان قبل ما العيال يجوا من المدرسة. هعمل بقى انا رز بشعرية. حطيت الشعرية بتاعتي بعد ما الزيت سخن، وهحمرها شوية. مش هزود قوي عليها في التحميرة عشان ما تبقاش كده مزرقه معايا ولونها غامق قوي وتخلي الرز بتاعي غامق. لو انت حمرت الشعريه قوي وخليتيها لونها غامق هتخلي الرز بتاعك غامق برضو، مش هيبقى البياض بتاعه البياض الحلو كده، لا هيبقى غامق. فانت تخليها تحميرتها حلوه كده هاديه، وتعملي حساب ان انت لسه هتضيفي عليها الرز وهتقلبيها فهتحمر بزياده، فلازم تعملي حساب الحته دي معاكي. يعني الرز ليه اسرار كده محدش يعني بيعرفها كتير. في ناس كتير ما بتعرفش تعمل الرز كويس، وانا بالنسبه لي الرز اصعب اكله ممكن تعمليها، لانها صعب ان انت تظبطي تسويتها وتطلعيه حلو ومظبوط معاكي. ليه تكات وليه حركات لازم تعمليها عشان تطلعيه مظبوط. ولازم تحمري الرز في المادة الدهنية كويس اوي، تقلبيه فيها لحد ما تحسيه ان هو اتغلف، لولا ما تنزلي عليه بالشوربة. وبعد كده تخليه النار عالية شوية يعني لحد ما يبدأ يغلي كده، وبعدين توطي عليه خالص وتغطيه وتسيبيه يستوي مع نفسه. كل ما تسيبيه يستوي براحته كل ما يطلع معاكي جميل ومفلفل وكله مستوي، يبقى مستوي وفي نفس الوقت مفلفل معاكي. لكن لو انت عليتي عليه النار هيتشرب الشوربة بتاعته بسرعة، وهتحسيه لسه ناقص سوا وفي نفس الوقت معجن. فلازم تسيبيه يستوي براحته. ما كانوش قالوا ايه اتقل على الرز يستوي. هنا بقى ايه، انا قلت هعمل شوية محشي يعني تغيير يعني وكده جنب الاكل. بقى لي فترة ما عملتش فقلت اعمل يعني. طبعا كنت مقطعة هنا خضرة، حاطة شبت وكزبرة وقرن فلفل اخضر، وحطيت عليهم بصلاية. البصلاية هسيبها نية زي ما هي كده عشان بتدي المحشي طعم جميل وريحة حلوة. وبعد كده نزلت عليهم بشوية صلصة من بتاعة المحشي او تقلية المحشي يعني. وحطيت بعد كده الرز بتاعي، وبعد كده حطيت عليهم شوية فلفل اسود. طبعا البهارات دي مهمة في الاكل، هي اللي بتحلي الاكل وبتديله طعم. وحطيت شوية كاري وشوية بابريكا، وحطيت شوية كزبرة وتوم باودر وجنزبيل، وكل البهارات اللي انت تحبي تحطيها وبتحبي طعمها في الاكل. الحاجات دي اختياري ليكي انت، ما ينفعش تبقى مقيدة فيها بشخص معين، يعني اعملي اللي انت عايزاه واللي انت تحبيه في الاكل. هنقلب الخلطة كويس جدا مع بعض لحد ما كل الحاجات دي تختلط في بعضها، عشان نبدأ بقى نحشي المحشي بتاعنا. هنا حسيت ان الصلصة بتاعتها قليلة، فحطيت لها معلقة صلصة كمان عشان يظبط معايا ويبقى لونه احمر وحلو. والخضرة مهمة جدا في المحشي طبعا، ما ينفعش يتعمل من غيرها، ما بيبقاش ليه اي طعم.
وهنا كنت حطيت بطاطس بقى على النار. البطاطس بدمعة دي حلوة جدا مع الرز، طبعا في ناس كتير بتحبها. ده الطبيخ التقليدي بتاعنا اللي احنا بنطبخه، اللي اي بيت مصري صعيدي ما يقدرش يستغنى عنه. ما بعيدا عن البانيه والبفتيك والبشاميل والحاجات دي، الحاجات دي رفاهيات زيادة، انما الحاجات دي الطبيخ ده اساسي عندنا في الصعيد، ما ينفعش نستغنى عنه. وادي الرز بتاعي اهو جميل المفلفل، شايفين حلو ازاي ومفلفل. لو عملت الحاجات اللي انا قلتلك عليها هيطلع مظبوط معاكي بالشكل ده، ومش هيعجن معاكي. هنضف بقى الدنيا حواليا كده علشان اشتغل على نظافة. اهم حاجة تحسي ان المكان حواليك نظيف عشان تشتغلي بنفس. طول ما الدنيا خايصة كده حواليك ومش نظيفة مش هتعرفي تعملي اي حاجة. هنا انا كنت جايبة الحلة اللي انا هحشي فيها المحشي، وكنت برص جواها العصب بتاع الكرنب علشان يعني املى اول صف كده بيه، عشان لو حصل يعني والمحشي بتاعي شاط مني ولا حاجة، الشياط ده يروح في العصب. يعني بلاش ان احنا نخسر المحشي بتاعنا او نبهدله، لان لما بيشيط الجزء اللي تحت ده كله بيترمي ومش بنستفيد منه طبعا، مش بنقدر ناكله. فيعني لو في طريقة زي كده نقدر نعملها بحيث نحافظ على المحشي بتاعنا او على الاكل بتاعنا ان هو ما يتهدرش وما يترميش، نعملها. انتوا شايفين الدنيا دلوقتي بقت عاملة ازاي، والدنيا بقت كلها غلا وبلا، وربنا يلطف بينا وبعباده يا رب. ربنا يكون في عون الناس اللي مش معاها تاكل وتشرب. يعني حاجة كده بقت فوق طاقة البني آدم. الحمد لله على كل حال، ربنا يتولانا برحمته ويكرمنا يا رب ويرزقنا ويوسع رزق كل الناس. وحجم المحشي ده براحتك، يعني تعمليه زي ما انت حابه، عايزاه كبير عايزاه صغير دي حاجه ترجعلك انت. وهنا كنت خلاص غرفت الاكل عشان ناكل، يعني ما فيش حد معانا غير انا والعيال الصغيرين بقى. وما حمرتش الفراخ كلها، حطيت منها على قدنا. وادي الرز بتاعنا الجميل المفلفل، وكمان خبزت العيش الشامي الجميل النظيف، احلى من بتاع بره وانضف من بتاع بره. بدل ما تشتريه من بره وما تعرفيش مصدره ايه وجودته ايه، اعمليه في البيت على ايديكي، منه هيبقى نظيف ومنه هيبقى صحي ومفيد وما فيهوش اي ضرر، ومنه هيوفر معاكي. يعني حاجة كده يعني ما شاء الله. عجبكم العيش اكتبولي في التعليقات عشان انزل لكم الطريقة، واعمليه على ايدك مضمون 100,000 مرة. وخلاص بقى كلنا وشربنا والحمد لله بألف هنا وشفا. وقمت بقى روقت المطبخ وغسلت المواعين مكان الأكل، ويعني والحمد لله على نعمة الصحة. بكده الفيديو بتاعنا يكون خلص بقى. ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة وتعملوا لايك للفيديو، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد في رعاية الله. مع السلامة.